السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نشارك معكم وصفة بالشيفلور ولا بالقرنبيط. فكرة سهلة وجديدة. بهذه الطريقة غادي تجيكم سهلة بزاف وسريعة وفي نفس الوقت بدون لحوم وكذلك بلا قلي وبلا فرن. هذه الطريقة غادي تعجب الأطفال بزاف وغادي ياكلوه بهذه الطريقة. كل مرة غادي تحضروه بهذه الطريقة كفكرة هكا سهلة وخفيفة للعشاء أو كمرافقة. جربوه بهذه الطريقة وإن شاء الله غادي يعجبكم بزاف. وغادي ديروه. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكون الاساسي ديال هذه الوصفه هو الشيفلور ولا القرنبيط، وبالنسبه للكميه كتبقى على حسب اللي بغيتو ولا على حسب عدد ديال الافراد. عندي هنا واحد الحبه ديال القرنبيط ولا الشيفلور، غادي نحيد لها دوك الجذور ديالها ونحاول نحيد لها كاع دوك الاغصان وغادي نقيها مزيان وغادي نقطعها هكا، نقسمها في النصف. ممكن هكا تستخدموا نصف ديال الحبه ديال الشيفرول ولا الحبه كامله على حسب اللي بغيتو. انا غادي نقطعها هكا، نحيد هذاك اللب اللي كاين في الوسط وغادي نقطعها هكا الشجرات اللي يكونوا هكا متوسطين الحجم ديالهم. هذا هو الحجم اللي بغيت، يعني يكون متوسط هكا. كيبان لي كل واحد كبير غادي نقسمو هكا على جوج وصافي. غادي نجيب هنا الماء اللي فيه شويه ديال الملح وغادي نغسل هاد الشيفلور مزيان مزيان. من بعد ما غسلنا غادي نجيبو هكا واحد الطنجره ولا كاسرول، غادي نديرو فيها دوك الحبات ولا دوك الشجيرات ديال الشيفلور، غادي نضيفو عليهم الماء وغادي نسلقوه. فقط غادي نضيفو له شويه ديال الملح، ولا هكا الا بغيتو تضيفو له كذلك هكا ورق سيدنا موسى. انا غادي نضيف له فقط الملح. غادي نحافظ على داك المذاق ديال الشيفلور. صافي غادي نديروه يطيب على نار اللي تكون متوسطه، راه ما كياخذش وقت بزاف. عندي هنا بصله واحده. بالنسبه للشيفلور غير كنديرو فيها هكا فرشيطه ولا سكين كيبان لنا هكا طاب، غادي نحيدوه. عندي هنا بصله وحده اللي غادي هكا نقطعها مربعات اللي يكونوا هكا صغارين. هاد البصله غادي نستعملوها نشحروا بها ولا نشرملوا بها داك الشيفلور. هنا الشيفلور من بعد ما طاب كما كتشوفوا كيكون طايب وفي نفس الوقت كيكون شاد راسو، يعني ما كنخليوش يهرى باش كنحافظوا هكا على داك الشكل. حنا بغينا هكا يكون شاد راسو. صافي غادي نعاود نقسم دوك الشجيرات اللي هكا كبار بزاف باش يبقاو لي هكا صغار. وهنا غادي نجيب واحد المقلاة غادي ندير فيها هكا زيت الزيتون وغادي ندير فيها ديك الحبه ديال البصله اللي قطعتها مربعات صغار. في هذه الوصفه البصل هو كيتواتى بزاف مع الشيفلور، كتجي هاد الشرموله لذيذه وكيجي المذاق ديالو ما كيجيش باين. صافي كنخليوها حتى ديك البصله كتشحر مزيان وكطيح. غادي نضيف هنا جوج فصوص ديال الثومه اللي مفرومين، كنخلط مزيان حتى كيتشحروا داك الثوم والبصله مزيان باش كتطلق دوك المذاقات ديالهم. عاد كنضيف الملح وكذلك غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود وغادي نضيف حتى هكا شويه ديال التحميره غير شويه هكا بين يديا. وكذلك كنضيف هكا شويه ديال القزبر يابس ولا المعدنوس يابس، وكذلك ممكن ديروه طري وكنقص وكنخليهم يتشحروا مزيان باش كترجع لنا هذه بحال شكل هكا ديال التشرميله نشرملو بها داك الشيفلور. وهنا ضفت واحد الملعقه صغيره ديال الطماطم المعلبه اللي ما تكونش ما عامراش. وصافي غادي نحركها مزيان حتى كتذوب مع داك البصله. وهنا غادي نضيف الشيفلور كما شفتوا درت واحد الكميه ديال الزيت هكا اللي كتكون هكا زايده باش كتدخلنا في داك الشيفلور وكيتشرمل مزيان. صافي هنا كنقصوا النار وكنحاولوا هكا نخلطوا داك الشيفلور يعني بلا ما نمعسوه باش كتدخل فيه ديك التشرميله ديال البصله مزيان. كنعاونوا هكا بشي ملعقه وهكا نحركو غير بيدينا هكا المقلاة حتى كنشوفوا هكا تلبس مزيان بديك الترميله. وهنا غادي نحضر داك البيض اللي غادي نديرو الفوق. عندي هنا 3 د الحبات ديال البيض. انا زدت وحده استعملت 4 ديال الحبات، يعني ممكن تستعملوا 3 ولا 4 على حسب
الكميه ديال الشيفلور اللي عندكم. صافي غادي نضيف له هكا شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وحتى شويه هكا ديال القزبر يابس باش كنسمو داك البيض ما كيجيناش هكا باسل. صافي غير كنخلطوه مزيان مزيان باش هكا من كيطيب كيتنفخ لنا داك البيض. وصافي هنا كيكون تلبس مزيان داك الشيفلور. غادي نخويو فوق منه داك البيض. كنحاولوا اننا ما نخليوش شي جهه ما نخويوش فيها البيض، يعني نخويوه كامل بشكل متساوي باش كيتلبس مزيان داك الشيفلور، باش ملي كنقلبوه كيكون كاع الشيفلور هكا فيه البيض. وصافي هنا كنقصوا النار بزاف، كنخليوها هكا غير شمعه، يعني نار اللي تكون مهيله بزاف ناقصه بزاف. وغادي نغطيو عليه هكا بشي مغلقه ولا هكا شي حاجه هكا اللي تغطي لكم ديك المقلاه، والنار اللي تكون مهيله بزاف بزاف. وهنا كنتاكدوا بان داك البيض ما لاصقش بالجوانب، وفي نفس الوقت كنشوفوا هكا البيض صافي نشف من الفوق، يعني كيكون طايب. صافي كنجيبوا غير هكا شي اناء. انا غادي نقلب بعدا في هاد الغطاء اللي استعملت، وصافي كنقلبوا ديك الفطيره بهذا الشكل، وغادي نردها في المقلاة، يعني كتكون باقيه مزيته ما كنعاودوش ندهنوها. وكنخليوها على نار اللي كتكون ناقصه بزاف، وكنخليوها حتى كطيب من الجهه الاخرى. كنغطيها ونخليها طيب، ما كتاخذش وقت بزاف على هاد الوجه حيت تقريبا كتكون طايبه. وصافي ممكن تزينوها بالفوق هكا بالفرماج. انا فضلت نقدمها لكم هكا وغير هكا بهذه الطريقه، راه غادي تعجب الوليدات بزاف. كتجي فيها ديك التشرميله كتخليها كتجي لذيذه بزاف. غادي نقطعها معكم وتشوفوا كيفاش كتجي. الاطفال ما كيعرفوش شنو كياكلوا وكتعجبهم بزاف هكا. ممكن تقدموها لهم هكا مع صلصه ديال الطماطم ولا المايونيز، وكذلك هكا حتى كوصفه للعشاء خفيفه ولا حتى الغداء هكا مع مرافقات. ونتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وغادي تعجبكم بزاف. سهله وسريعه هكا، يعني ديروها بسرعه. وشكرا لكم بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها والى اللقاء.